هاد الفيديو فيه الترجمة الحرفية وبالكلمة للكلمة للندوة الصحفية ديال وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي. الندوة كاملة ومترجمة للدارجة المغربية باش الناس اللي ما كيهضروش بالفرنسية يعرفوا بالضبط شنو تقال. إلا بغيتي توصلوك جميع الندوات الصحفية المترجمة وأخبار المنتخب المغربي والكرة العالمية، ما تنساش دير اشتراك وفعل الجرس وخليك معنا حتى لآخر الفيديو. Axfoot. بونجور. ايوا كنا كنحلموا نكونوا هنا هاد النهار 17 في هاد الندوه باش نلعبوا هاد الفينال. اذا هاد الشيء راه تحقق. فرحان بزاف حيت غادي نلعب نهائي كاس افريقيا في بلادنا، وهذا حلم ديال اي لعاب كنظن واي مدرب. دابا بقات لينا اخر خطوه، والدرجه الاخرى غادي تكون هي اصعب وحده ضد وحده من احسن الفرق في افريقيا وفي العالم بطبيعه الحال. مدرب واعر، لعابه واعرين وفريق صحيح. 3 ديال النهايات في 4 ديال الدورات. هاد الشيء كيهضر على راسو، ولكن كنظن باللي مزيان الكره الافريقيه ان احسن 2 فرق يتلاقاو في الفينال. دابا غادي نلعبوا في دارنا، وعندنا هدف هادي عامين من نهار الاقصاء في كوت ديفوار، وكنتمناو نكونوا في المستوى غدا باش ندخلوا للتاريخ ونفرحوا الجمهور ديالنا. فوالا، على الضغط وتدبير الماتش. العامل الحاسم غادي يكون هو تدبير العواطف، جيستيون دي زيموسيون من البدايه. الفريق اللي عليه الضغط طبيعيا هو المغرب، هذا شيء عادي حيت كنلعبوا في دارنا. الخوف الوحيد ديالي هو من نلعبوش مرتاحين ونزيروا على راسنا بزاف ونبداو نفكروا بسلبيه، في حين باللي هذا ماتش كره، هذا فينال، خصنا نلعبوه ونتمتعوا، والاهم في الاخر هو نربحوه. عارفين باللي غادي نواجهوا فريق مولف وعندهم بزاف ديال الثقه. السنغال دازوا من هذا الشيء، كان صعيب عليهم يوصلوا للفينال ولا يكونوا منتظمين، ودابا ولاو كبار. غدا واخا كاين الجمهور ولا ما كاينش، السنغال ما كيخافوش، هما صحاح. كنتمناو غير ما يكونش عندهم غرور، وغادي يكون فينال زوين كيتلعب على التفاصيل. من الناحيه الاتليتيكيه باينه باللي عندنا نص ساعه زايده في الرجلين مورا الماتش د نيجيريا، ولكن ملي كتبغي تمشي للاخر وعندنا التجربه ديال المونديال، كنعرفوا باللي العامل النفسي كيكون حاسم. ما غاديش نتخباو مورا هادشي. اللي عيا غدا راه ما غاديش يرخي، وكل شيء باغي يدخل للتاريخ. اللي ما واجدش 100% ما غاديش يبدا، والدراري اللي في البنك يقدروا يدخلوا ويحافظوا على نفس الريتم. على التغيير العقليه والمستقبل، المغرب راه بحال السنغال. الهدف ديالنا ماشي غير نربحوا هذا الفينال ونبقاو فرحانين 50 عام ونقولوا ربحنا. كان الهدف هو نرجعوا مورا عامين ومورا 4 سنين. الهدف ديال بلدان الكره الكبيره هو الانتظام، لا ريغولاريتي. بغينا نربحوا غدا ونفرحوا هذا الجمهور ونحبسوا هذه السلسله السلبيه، ولكن الخدمه ما غتحبش تما. الا بغيتي تكون بلد كبير، راه نهار مورا الماتش خصك ترجع تخدم باش تجيب النجمه الثالثه. المغاربه اليوم هكذا دايرين، كينوضوا في كل مره. على الجمهور وليدي سيبال، الجمهور المغربي فريد من نوعه، عائلات كامله كتشجعنا. غدا كنطلب من الجمهور ديروا لنا تحدي ديال 200 ديسيبل حيت غادي نحتاجوها. خص السنغال يحسوا باللي هذا ماشي ستاد دي مارتير. في المغرب صعيب تجي وتربح، الجمهور كيدفع من الدقيقه الاولى حتى الاخرى. غدا خص السنغال يكونوا واعرين بزاف باش يربحونا غدارنا. 200 ديسيبل غدا ان شاء الله. على الدفاع والموهبه، بصح ما كيتماركاوش علينا بزاف الحالات حيت منظمين مزيان وبسبب روح الفريق. كل شيء معني باسترجاع الكره. اللي كنحاولوا نوصلوه هو اننا فريق خصو يربح، ماشي غير مواهب. ملي اللعابه كيعرفوا باللي خصنا نجريو مجموعين، الخصم ما كيبقى ليهش حلول. السنغال واعرين في نصف المساحات لي هالف سبيسز، الا حبسناهم غيكون هو السارود الماتش. وقلت للعابه انا خسرت فينال في 2004 واليوم عندي 50 عام عاد انا في البنك، ما تعاودوش نفس الغلط. ربحوا الكان دابا وانتم لعابه. على الخاوه مع السنغال، حنا خاوه وغادي نبقاو خاوه حتى يصفر الحكم. ملي غادي يسالي الماتش ما كاين حتى شي حاجه اللي تقدر تقطع الروابط اللي عندنا مع السنغاليين. انا عندي علاقه قويه بالسنغال، جيراني في الصغر كانوا سنغاليين، عائله تال. حنا مخاصمين غير حتى يصفر الحكم، وموراها اللي ربح غادي نباركوا ليه. على ابراهيم دياز، ابراهيم عقليته تبدلت بزاف من اللي جا وبغى يبين باللي هو اللي كيدير الفرق، ودابا فهم باللي هو واحد من الفريق. هو فرحان بزاف حيت اختار المغرب، وانا فرحان حيت المشروع اللي هدرت معاه عليه تحقق. ما كذبتش عليه ملي قلت له هنا غادي يبغيوك حياتك كامله وعمرهم ما غادي ينساوك. على التحكيم الافريقي، اخطاء التحكيم كاين في كاع الماتشات حتى في اوروبا. حنا كنركزوا في التيران، خصنا نثيقوا في ريوسنا وفي حكامنا. حنا قاره غاديه للقدام، وكيف ما كاين مدربين ولاد البلاد في الفينال، كاين حكام واعرين.
انا كنقول للعابه ديما نرجعوا نخدموا، وواحد النهار كيكون التحكيم معاك ونهار لا، ولكن في الاخر احسن واحد هو اللي كيربح. الخلاصه، باش تربح القاب خصك تكون صلب، والمغرب اليوم صلب دفاعيا، والموهبه راه ديما كانت عندنا. الكره ديالنا كبرات، وان شاء الله في المونديال 2026 غادي يكونوا فرق افريقيه اكثر في الكاري والدومي فينال. شكرا، و200 ديسيبل غدا. بونجور الكلشي. فوالا، حنا كاملين فرحانين حيت وصلنا للفينال، عارفين باللي هاد الشيء شي حاجه مهمه بزاف للبلاد والشعب. ملي كتكون لعاب عندك 20 عام وتشوف القدامى اللعابه الكبار ديال المنتخب كيبكيو مورا ما تاهلنا للفينال، تما كتعرف باللي هاد الشيء راه غالي ومهم بزاف سواء ليهم ولا للبلاد، وحيت حتى هما دازوا من اللحظات صعيبه قبل. اذا حنا كاملين متحمسين باش نلعبوا هاد الفينال ونعطيو احسن ما عندنا قدام الشعب ديالنا. بالنسبه ليا هاد الشيء بدا هادي قل من عامين ملي كانت عندي الفرصه نلتحق بالمجموعه. جيت مورا واحد الوقيته اللي كانت صعيبه وشويه كحله للمغاربه مورا الخساره في الكان ضد جنوب افريقيا. هادي عامين وحنا خدامين مع المدرب الركراكي ليل ونهار في التيران وفي التدريبات باش نطبقوا داكشي اللي كيطلب منا ونكونوا واجدين لهاد الكان باحسن طريقه. اليوم حنا على بعد ماتش واحد باش ندخلوا للتاريخ ومركزين بزاف. وكيف قلت، ملي كتشوف لعابه كبار بحال اشرف حكيمي وابراهيم دياز وياسين بونو كيبكيو حيت عارفين شحال كاس افريقيا صعيبه ومكرفصه، تما كتحس بقيمه هذا الانجاز وكتولي باغي تعطي اكثر. الماتش الاخر خصنا نديروا فيه كل شيء باش نتجاوزوه وحنا واجدين. الميساج للاجيال اللي جايه، اولا شكرا، وانا كنحس براسي محظوظ بزاف حيت كنشارك في هذه المغامره اللي لحد الساعه واعره بزاف، وكنتمناو تبقى هكذا. شنو نقدر نوصل للدراري اللي جايين؟ اولا الصعوبه ديال الكان، الصراحه ما كنتش كنتخيل باللي راها صعيبه لهاد الدرجه. الكره الافريقيه كتطور بزاف وكاين لعابه واعرين بزاف واخا ما معروفينش. نقدر نعطيهم هاد التجربه اللي خديت في هاد العامين، ضغط الشعب، اللحظات الطالعه والهابطه، وخصك تعرف كيفاش تصبر وتواجه الانتقادات وتزيد لقدام. هادشي اللي كنديروه ماشي غير لينا كلاعبين ولكن على قبل الشعب المغربي. ملي كنشوفوا الفرحه اللي كنعطيوهم في الزنقه والنشاط اللي كيديروا حيت كيبغيونا، هادشي هو اللي كيعطينا الجهد باش نزيدوا نعطيهم اكثر وكثر. انتهى الكلام، انتهى الكلام، مسك الختام. إلى هنا كنكون وصلنا لنهاية الندوة الصحفية كاملة مترجمة حرف بحرف. إلى عجبك الفيديو وخاصك تبقى توصلك الندوات الصحفية ديال وليد الركراكي وأخبار المنتخب المغربي والكرة العالمية، دير لايك، شارك الفيديو مع أصحابك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد.